فكرة الحلقة: كل إنسان عنده صوت داخلي شغال طول اليوم، أحيانا يبقى صديق يشجعه وأحيانا يبقى جلاد يجلده. لو ما اتعلمتش تتحكم في الصوت ده عمرك ما هتخرج من السجن الذهني. في أعماقك في صوت ما بيسكتش، صوت بيحاورك، بيلومك، يخوفك، وساعات بيكسرك. الصوت ده هو أقوى قيد داخلي. عمرك جربت يوم إنك تراقب اللي بيقولهولك الصوت ده؟ عمرك لاحظت كم مرة بيقولك أنت ضعيف، أنت مش قادر، الناس أفضل منك؟ الصوت الداخلي هو السجن الحقيقي لأنك بتصدقه أكتر من أي حد تاني. لكن لحظة، لو اتحول الصوت ده من جلاد إلى صديق. عايزك في الفيديو ده تتعلم إزاي تميز بين الحقيقة والوهم. يعني امتى الصوت ده يكون صادق وامتى يكون الصوت ده ضدك، خصمك. الخطوة الأولى عشان تكسر القيود بتاعت الصوت الداخلي، أول حاجة تراقب كويس الكلمات الداخلية. كل مرة تسمع مش قادر ما تقفش عندها، جرب تستبدلها بإن شاء الله هقدر أو إني هجرب. كل مرة تسمع أنا فاشل خليها هتعلم، مادام أنا وقعت هقوم واجرب من تاني. انا عشان الفيديو مبقاش طويل مش عايز اخش معاك في تفاصيل، لكن صدقني لو خدت الموضوع على محمل الجد وكتبت الكلام ده في ورقة وبدأت تنفذه وتحطه عندك في الوعي وتبدأ تدرب نفسك بشكل يومي، الموضوع بجد هيبقى احسن بكتير وهتلاقي نتائج رهيبة. صدقني مع الوقت هيتحول سجنك الداخلي الى حليفك الاقوى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.